في سؤال دايما كنت بتسأله في التعليقات، هو انا ازاي اتعلمت اسباني؟ وايه افضل التطبيقات اللي انت اتعلمت منها اسباني؟ وايه القنوات اللي انت اتعلمت منها اسباني؟ وهل لو اتعلمت اسباني اصلا يا عمر هو انا ممكن اشتغل بيه؟ هل الاسباني لغة مطلوبة في السوق؟ كل ده واكتر هنجاوبه في حلقة النهاردة. ولكن قبل ما نبدأ حلقة النهاردة طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة وتعمل لايك. هو انا ليه اتعلمت اسباني واصلا انا معايا الماني وانجليزي؟ السؤال هنا هو انا ليه اصلا ما اتعلمتش اسباني؟ لغة بيتكلمها اكتر من 20 دولة، ولغة بيتكلمها اكتر من 520 مليون شخص. يعني ده اصلا يخليك ان انت تتعلم اسباني. فرص اكتر، سفر اكتر، شغل اكتر، ممكن اتعلم منها وتشتغل منها. طب اشتغل منها يا عم عمر؟ تشتغل منها مدرب لغة، ممكن تشتغل منها كول سنتر وقف بقى على الفلوس. كول سنتر الاسباني اخر احصائية معمولة انك بتقبض اكتر من 15000 جنيه. تخيل انت كده بتقبض 15000 جنيه في اخر السنة. ولكن خليني اقول لك واصدمك ان اللغة مش سهلة. اللغة فيها حاجتين صعبين، ودول من وجهة نظري أنا الشخصية اللي أنا لما جيت اتعلمت حسيت إن هما أصعب حاجتين ممكن إن هما يعدوا علي متحدث لغة، بالذات في الأسباني. أول حاجة الجرامر. الجرامر في الأسباني الفعل ممكن يتصرف أكتر من 6 7 تصريفات. ف وانت بتتعلم اسباني ما تملش من تصريف الفعل كذا مرة. يعني انت هتصرف الفعل اكتر من كذا مرة. دي حاجة. الحاجة التانية وهو الاصوات او فرق اللهجات. اسبانيا بتتكلم بطريقة، او في بعض الكلمات بطريقة، وامريكا اللاتينية بتتكلم في بعض الكلمات اللي هي نفس الكلمات دي ولكن بطريقة تانية. ودي هتحس في الاول ان هي صعبة، ولكن مع الممارسة الدنيا هتبقى سهلة. طب السؤال هنا والمهم، عرفنا ان اللغة مطلوبة وان اللغة مرتبها كويس والحاجات دي كلها، انا ازاي هبدأ اتعلم اسباني؟ السؤال هنا ده مهم. بص، خليك دايما وانت بتتعلم اي لغة هو انك ما تعددش المصادر، ودايما تحب ان انت تجيب 6000 كتاب و6000 ابلكيشن و6000 قناة. كل الحاجات دي بلح. الحاجات دي كلها في الاول مش صح، لكن ما تبقى شخص ادفانس يعني شخص متقدم في اللغة، هنا اقول لك ماشي قشطة، ممكن تبدأ تعدد المصادر. لكن انت في الاول ليه تعدد المصادر وليه اصلا تشتت نفسك؟ فانت حاول انك في الاول تحصر نفسك في كام كتاب وكم ابلكيشن وكم قناه. ده في الاول. وبعد كده لما تحس نفسك بدات تفهم اللغه وتتعمق في اللغه اكتر، ساعتها زود المصادر بتاعتك زي ما انت عايز. اول حاجه لما بدات اتعلم اسباني كان معايا قناتين ومصدرين الابلكيشن. المصدرين الابلكيشن كان طليق، وده اتعلمت عليه مع بروفيسورة شروق العزم، وهي اصلا يعني من احسن الناس اللي تعلمك اسباني. طبعا بجانب الاستاذ ابراهيم عادل كان بيطلع في بعض الفيديوهات. ده كان بالنسبه لبرنامج طليق، وان شاء الله هنحكي عن برنامج طليق في الايام الجايه. الحاجه التانيه وهو برنامج بسو. برنامج بسو انا بحبه وبعشق البرنامج ده، وحرفيا برنامج لذيذ وخفيف على القلب. ليه؟ لان هو بيعلم الجرامر بطريقه كويسه، والحاجه التانيه ودي المهمه هو انه بيجيب جماعه نيتف سبيكر، جماعه متحدثين اصليين للغه. فانت بتبدا هنا تتعرف ازاي اهل البلد دول بيتكلموا، طريقه الرياكشن بتاع اللغه. وحلاوه اللغه الاسبانيه ان هي لغه قريبه جدا من اللغه الايطاليه في الساوند بتاعها، في طريقه النطق، في الميوزك. تحس ان ناس رايقه حرفيا هما بيتكلموا. موشيس جراسياس. فتلاقيهم هما بيتكلموا كده، ميامو، كومستاس. تبدا ان انت تحب اللغه، حرفيا لغه سلسه. حبيب يعني بيحببك في اللغه، مش لغه صعبه مثلا زي اللغه الروسيه او الصينيه او الهنديه او الحاجات دي كلها، لغات من النوع الصعب. فحاول وانت بتتعلم اسباني انك تستمتع، انجوي يا صاحبي، انجوي وانت بتتعلم الاسباني. ده بالنسبه للمصادر الابلكيشن. بالنسبه للقنوات فانا كنت بتابع ايزي سبانيش وار تي في سبانيش. ار تي في سبانيش هي قناه اخباريه، مسلسلات،
افلام، وكل الحاجات دي هي مهمه جدا وانت بتتعلم. يعني حاول انك تسمع كتير من الاخر. القنوات دي بتاعت السمع والتعلم. التعلم من المصادر، والابلكيشن والقناتين اللي انا قلت لك عليهم دول للاستماع، لان الاستماع طبعا احنا عارفين ان هو مهم. فدول بالنسبه للابلكيشن والقناه اليوتيوب. خليني بقى اختم لك الفيديو ده بحاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. ادومها وان قلت. انت مش هتتعلم اللغه في يوم وليله. يعني ما تجيش تقول انا عايز اتعلم اسباني، ادي القلم وادي الكراسه وزين زين 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 زين. لا، مفيش الكلام ده. كل حاجه بالراحه، كل حاجه بتاخد وقتها، كل حاجه وليها وقتها. يعني خير الاعمال الى الله وان قلت. يعني حاول انك تعمل، ولكن مش لازم بالكتير علشان ما تزهقش. وبدايتك في اللغه بالذات حاول انك ما تحطش تايم معين، انك مثلا حابب انك تتعلم الاسباني في شهر. بلح يا صديقي، مفيش الكلام ده. حاول انك تتعلم وتاخد براحتك خالص وراحتك خالص في تعلم اللغه. اي لغه انت بتتعلمها، سواء انجليش، جيرماني، اسبانيش، ايطالي، اي لغه في العالم، حاول انك تاخد وقتك فيها. فحاول وانت بتتعلم تستمتع وتداوم. استمر، هتاخد وقتك، هتوصل. بس هي مش معادله خزعبليه، هي معادله بسيطه. انك هتداوم وتستمر هتوصل للي انت عايزه. وخلي بالك ده في اي حاجه، مش شرط مثلا انك في اللغه ف هتاخد وقت. لا، اي حاجه، سواء بتتعلم لغه، سواء في شغل معين، اي حاجه في حياتك هو وقت بسيط وهتوصل. فبس احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. بس انا قلت كل اللي عندي. يعني الانجليزي بقى في جيبك من هنا. انجليزي ايه، يخرب بيت الانجليزي. الاسباني بقى في جيبك هنا. فحاول انك تتعلم اسباني. لغه سهله، لغه مش صعبه، لغه مش محتاجه تعقيدات كتير، هي لغه بسيطه. حاول تستمتع وانت بتتعلم الاسباني. لغه مهمه. خلينا متفقين ان الاسباني لغه من اهم اللغات. فما تخليش حد يقول لك اصل الاسباني اتعلم اسباني تعمل بايه. لا يا اخويا، الاسباني مهم ولازم تتعلم اسباني. فلو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش السبسكرايب واللايك، واشوفك في فيديو قادم، وسلام.